السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بكيكه ديال المول الورده. هنا حكيت واحد الحامضه اول حاجه، وغادا نضيف واحد الساشيه ديال الفاني كيف كتشوفوا هنايا. هنا غادي نبدا نهرس البيض، فغادي نحتاج 4 ديال البيضات باش ما تجيش هكا فايضه على المول. صراحه كتجي كيكه غزاله رائعه وعطي واحد المنظر زوين، والمذاق ديالها روعه مع داك الحامض والفاني، كتعطي واحد النكهه غزاله، واكثر الا سقيتوها بسيرو ديال الليمون. المهم هنا ضفت البيض، غادي نخلطو مع السكر سنيده ومع الفانيا ومع ديك القشره ديال الحامض. غنحاول نمزجهم هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم. صافي هنا كيف كتشوفوا راني خلطتهم مزيان حتى يدخلوا مع بعضياتهم. صراحه الكيكه كتجي غزاله البنات، هشيشه وخفيفه وطالعه ما شاء الله، كتجي روعه. نتوما غادي تشوفوا الشكل ديالها النهائي ان شاء الله. صافي هنا غادي نزيد واحد الياغورت كريمي ديال الفاني، تقدروا تستعملوا النكهه اللي كتفضلوا. صافي كنحاول نمزجهم مع بعضياتهم مزيان. ودابا غادي نزيد واحد الكاس ديال الزيت العبار بكاس العنبه، كنبقى غادا بشويه بشويه. كيف كتشوفوا هنا راني كملت صافي الكاس ديال الزيت. وهنا دابا غادي نبدا نضيف الدقيق، ضفت هنا واحد القبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق. وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق، فكنستعمل تقريبا كتهز ليا حتى ل3 الكيسان ديال العنبه على حساب الفرص اللي عندكم. انا هنا استعملت واحد الماركه، المهم ما نذكرش السميه ديالها، المهم بصراحه زوينه، كتجي خفيفه وكتعطي واحد المذاق في الحلويات، واحد الخفه روعه صراحه. الاسم ديالها كيبدا بالخاء، بلا ما نقول لكم الاسم ديالها، بحال كندير اعلان لشي شركه. صافي هنايا مزجت العناصر مزيان، هنا باقي ناقصه شويه ديال الدقيق. هنا شويه راني زدتها، كيف كتشوفوا خاصو يكون القوام ديالها على هذا الشكل هذا البنات، باش كتعرفوا كيكه راه ما غاداش تنزل لكم. يعني راه عينكم ميزانكم، خاصها تكون قابطه في روحها وما تكونش عاوتاني ثقيله بزاف باش تجيكم كيكه مدقصه. الا كانت ثقيله بزاف ما كتجيش زوينه. وهنايا غادي نضيف الخمارات. صراحه انا كنستعمل الخمارات الحمرين، هنا لقيت هادو اللي متوفرين في الحانوت خديتهم، هما تما زوينين، ولكن الحمراء انا كنفضلها مولفه وكتطلع لي الكيكه مزيان. صافي وضروري البنات تغربلوا الخميره ضروري باش ما تخليش ديك الحروريه، الا بقات شي حاجه مكوره كتعطي واحد الحروريه في الحلوى ملي كنبداو نعضوا فيها. يعني نفضل انكم ضروري ما ديروا ما تغربلوا الخمارات ضروري ومؤكد. والخماره كنخليها ديما حتى لاخر مرحله هي عاد كنديرها. هنا كنزيد تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الخل، فكيعطينا واحد الهشه واحد الخفه في الكيك. صافي كنحاول ندخل فيه هذاك الخل حتى اخر لحظه مع دوك الخمارات. ديجا راني دهنا المول بالزبده البنات ودرتو في الفريكو. صراحه ضروري هاد الليمول ديال الكيك اللي كيكونوا على شكل ورده ولا هذا، ضروري خاصك تعمريه مزيان بالزبده ودهنيه بالفورس ودرديه مزيان مزيان باش ما يلصقش لك فيه الكيك ديالك. صافي هنا راني جبته من المجمد، صراحه كيعطي واحد المنظر غزال في الكيكه. صافي هنا واحد شويه كانت عريانه، زدت شويه الفورس، خفت انها تلصق لي، الساعه الحمد لله ما لصقاتش. هنا صافي راني ضفت الخليط ديالي، غادا نديرها على درجه حراره ديال الفرن ما بين 170 180، وغنشعلها غير من التحت فقط حتى كطلع الكيك. بعض المرات انا كنخليها من التحت كطيب كامله بلا ما كنشعل الفران من الفوق. صافي هنا دخلتها للفران. هنا كيف كتشوفوا السر اللي غنعطيكم، فملي كطيب لكم الكيكه ما تجيوش وتخرجوها من الفران، فانا كنطفي عليها الفرن وكنخليها فيه تقريبا واحد 5 دقائق، ولكن كنحل عليه الباب ضروري كنحلو
باش هكا كتبقى كيكه طالعه ما كتنزلش. بعض البنات كيتشكاو من ان الكيكه كتخرج طالعه من الفران ديال الضو وكتفص، فهذا هو السر اللي غنقول لكم ديال الكيكه، انها صراحه ما كتطفاش الا درتو بهذه الطريقه. ضروري تخليوها في الفران. صافي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. تقدروا تسقيوها بسيروت البرتقال او ديروا لها كريم باتيسير كتجي روعه. انا هنا صافي خليتها عاديه، غادي ندهنها بشويه ديال المربى ونزينها بواحد الحبيبات كانوا عندي متوفرين. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش جات طالعه غزاله. ما قطعتش معكم ان مورسو لانني صراحه كانت طلبتها ليا صاحبتي. المهم هذا هو الشكل النهائي.